نداء استغاثة لكل الجهات الوطنية المسؤولة، إنه يعني حتى يعني مسؤولة أو غير مسؤولة، يعني لكل بني آدم عنده حس وطني بيقدر إنه يساعدنا بهالمشكلة هاي. يعني هي بالأحرى يعني للأسف بدي أسميها مصيبة، إنه يقدروا إنهم يساعدونا بالوضع هذا. يعني العيلة تشتتت، كل واحد بجهة. الضرر يعني الضرر كتير كبير، ضرر نفسي وضرر اقتصادي وضرر اجتماعي، يعني من جميع النواحي. في دار ابن عمي نادر هدموا له الدار البلدية وأنا تضررت، وكان الضرر كتير كبير. ومن ناحية الكهرباء التاني تعطلت، ومن ناحية المية في الدار كانت ضررت كمان العفش اللي عندي، وغير البرد القارس اللي كان جوات الدار. مش قادر أعرف شو بدي أسوي، فتوجهت اتصلنا بالسلطة وقالوا لنا إن المحافظ رح يجي ويشوف الوضع. لحد الآن ما أجاش، وأنا بناشد السلطة الفلسطينية تتحرك، وأنا كتير متضررة ومش قادرة أعيش بهيك وضع. في قبل فترة عنا هدوا الطبقة الأخرانية من العمارة، وسببت هاي الهدد أضرار كتير على البنية التحتية تبعتها، بالنسبة للعقد، بالنسبة لدلفان المي، الكهرباء، السكن هون. يعني كتير الوضع صعب فيه من ناحية رطوبة، مي بتسيل على الكهرباء. امبارح بالليل كان راح يصير شورت، وقطعنا الكهرباء عنها ونشدنا شركة الكهرباء وحكوا لنا انه هذا الخراب داخلي. واتصلنا لجهات كتير مختصة في هذه الشغلات زي محافظة القدس وشباب عندنا متطوعين هون، واجوا وقفوا بس. ولكن السكنة التحتانية اللي هي متضررة بشكل رسمي بالنسبة للعقد، لأنها عمارة صار لها قوامة أكثر من 50 سنة، والوضع يعني كتير بخوف عليها. يعني كمان منخفض أو منخفضين الله أعلم، يعني هذا الاشي بإيد الله. في مجال أنها توقع العمارة والوضع يصير صعب كتير. وبنناشد انه المؤسسات المختصة بالموضوع هذا زي محافظة القدس، زي الوزير تبع القدس، المحافظ، الجهات المختصة. ولكن يعني احنا بنناشد يعني وبنطلب يعني منهم انه يردوا علينا على السريع، لانه الوضع يعني مش راح يستحمل كمان، يعني كمان منخفض او كمان اي شتوى او ابصر. يعني هذا الاشي يعني في ايدين رب العالمين.